وبشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يوما تحسيسيا لفائدة طلبة شعبة القبالة وشعبة ممرض متعددة التخصصات بالمعهد العالي للمعهد التمريضي وتقنيات الصحة. المزيد رفقات العلي حميميد ومحمد يدهس. بداية صحية لمستقبل واعد شعار هذه الحملة الوطنية التي انطلقت بالداخلة على غرار باقي مناطق المملكة احتفالا باليوم العالمي للصحة، وتأتي هذه السنة للتحسيس بأهمية زيارات تتبع الحمل، حملة تهدف إلى تعزيز المكتسبات وتحسين الأداء في مجال التتبع الطبي خلال فترة ما قبل الولادة للحد من معدل الوفيات لدى الأمهات والمواليد الجدد. في إطار الحملة الوطنية اللي طلقتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، اليوم المديرية الجهوية للصحة كتنظم اون جورني سيانتيفيك، يوم علمي لفائدة طلبة المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، شعبة لي ساج فام اي لي انفيرمي بوليفالون. كيف كتعرفوا هذه الحملة هذه اللي جات بور لا بروموسيون دي سويفي دي بريناتال في اطار تحقيق الاهداف مبادره تحقيق اهداف التنميه البشريه لا ريدكسيون دو مورتاليتي ماتيرنال انفونتيل. الألف يوم ان المراه الحامل ديما كتظن انه الحمل ديالها كيبدا من نهار كتحمل حتى كتولد صافي بالنسبه لها ساله، اما الألف يوم لا، كيبدا من نهار كتبغي كتكون كيولي عندنا جنين في الرحم ديالها حتى من بعد سنتين، يعني حتى كتكمل فتره الرضاعه ديالها. فهنا ايضا الفورماسيون ديالنا غادي تعتمد على انه ضروري المراه خاصها تعطي الرضاعه الطبيعيه للطفل ديالها، والرضاعه الطبيعيه راه كتبدا منين كتكون المراه حامله، ماشي حتى كتولد. باش كنبداو نفكروا شنو هي الرضاعه وكيفاش واش ترضع والاهميه ديالها على الصحه ديالها، على المناعه ديالها، ايضا على المناعه ديال الجنين ديالها والطفل ديالها ملي كيكبر وتا ملي كيولي انسان راشد. مثلا كنقولوا وصل لسن 40 سنه راه الرضاعه الطبيعيه ديال الام ديالو كتنفعوا في ديك الوقت. وقد استفاد من اشغال هذه الدوره التكوينيه المتخصصه في تقنيه التوجيه والارشاد واهميه الألف يوم من حياه الطفل عدد من مهنيي الصحة والوسطاء الجماعيين العاملين في هذا المجال. نحن اليوم هنايا درنا واحد لاتوليي، واحد ورشة على تحت إطار الحملة الوطنية لتتبع أهمية تتبع الحمل والرضاعة الطبيعية. لهذا قمنا بهذه الورشة لتسليط الضوء على هذا الموضوع، وهو موضوع مهم، وهو l'importance du suivi de grossesse et des soins prénataux. في هذا تحت شعار نعجلوا ونكملوا زيارات الحمل وأهمية لي سوان أو العلاجات وتتبع الحمل لدى المرأة الحامل. أكيد هذه الحملة كتهدف لتحسيس النساء الحوامل، وبهذا قدرنا أننا ننظموا دورة تكوينية من أجل الطلبة المقبلين على أنهم يكونوا ممرضين مستقبل، وبطبيعة الحال حتى ممرضين الحاليين. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالداخلة ستعمل على تنظيم حصص للتوعية والتحسيس بالمؤسسات الصحية ودور الأمومة، كما سيتم إدراج رسائل توعوية ضمن خطبة الجمعة تعزيزا للسلوكيات والممارسات الداعمة لصحة وتغذية الأم والطفل على النحو الأمثل.